لو انت من الناس اللي بتحبي الليمون المخلل بس ما بيظبطش معاكي، النهارده هقولك على كل التريكات والاسرار اللي هتظبط معاكي الليمون المخلل بطريقه سهله وبسيطه، بطريقه امهاتنا من غير افتكاسات كتير، وهيطلع معاكي طعمه دايب ومستوي وطعمه احلى كتير من المحلات. في اقل من اسبوع هتعملي شويه ليمون مخلل في البيت طعمهم يفتح النفس. ولو كمان عايزه تقعديه رمضان، هقولك ايه التركايه اللي تقعد معاكي الليمون لرمضان وما يتهرش منك بطريقه سهله وبسيطه. حطي لايك للفيديو واعملي شير عشان غيرك يستفاد، ونبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدا ونسمي الله. اول حاجه انا هجيب كميه الليمون اللي انا محتاجاها، وانت بتجيبي الليمون نقي، حاولي تنقي ليمونه تكون كبيره ولونها اصفر، بلاش اللي لونها اخضر دي ما بيبقاش فيها ميه كتير. اغسلي بقى كميه الليمون اللي انت محتاجاها، وهاتي سكينه تكون حاميه وحاولي تفتحيها كده 4 فتحات، مش للاخر، انا عايزه اعمل الفتحات بتاعتي كده ما تكونش لاخر الليمونه. انا كده جهزت كل كميه الليمون اللي انا محتاجاها. ركزي معايا في الخطوه الجايه دي يا ست الكل. اللي احنا هنسلق الليمون، لو انت عايزه تاكلي الليمون ده على طول هتسلقيه 5 دقايق مش اكتر من كده. لو انت عايزه تشيليه رمضان لو عشنا وكلنا عمر، هتسلقيه غلوه واحده بس وتشيليه من على النار. هكب الميه السخنه بتاعته وهسيبه يوم كامل، هغير عليه الميه 3 4 مرات في اليوم عشان انزل المراره اللي في الليمون. انا كده غليته يا دوبك غلوه واحده بس، علشان انا عامله كميه رمضان، واللي انا عاملاه دلوقتي هغليه 5 دقايق بس. انا كده تاني يوم سبت الليمون بتاعي في الميه وغيرت له الميه مرتين 3 في اليوم. هجيب بقى جزرتين كبار وابشرهم. الجزر بيبقى طعمه حلو قوي مع الليمون. انا كده خلصت كل كميه الجزر اللي انا محتاجاها. انا دلوقتي هقول لك المقادير اللي انت تعملي بيها كيلو ليمون، ممكن بقى تضعفي زي ما انت عايزه. انا كيلو ليمون هستخدم عليه جزرايه كبيره، معلقه كبيره حبه البركه، نص معلقه كركم، معلقتين ملح، معلقتين هريسه شطه اللي هو الفلفل الاحمر، انا ضرباه وحطاه عندي في الفريزر، ما عندكيش اضربي لك قرنين في الكبه. ممكن تستغني عن هريسه الشطه بس هي بتدي لون حلو قوي مع المخلل الليمون. قلبي بقى كل المكونات دي مع بعض. هاتي بقى كميه الليمون بتاعتك وابدأي اللي انت حشيها بالخلطه اللي احنا عملناها مع بعض دي، بيبقى طعمها حلو قوي وبتخلي الليمون طعمه حلو. انا كده خلصت كل كميه الليمون اللي انا محتاجاها. هجيب كام قرن فلفل سبايسي او بارد حسب ما بتحبي. انا فضلت ان انا احط سبايسي وقطعته كده مكعبات صغيره. هاتي بقى البرطمان بتاعك يكون نضيف ومتعقم كويس قوي وناشف. انزلي بقى بكل كميه الليمون اللي انت محتاجاها ورصيها كويس، وما بين كل شويه ليمون حطي قرنين فلفل. فضل معايا شويه من التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض، ما ترموهمش، خليهم برضو حطيهم في البوله، وهنزود عليهم بقى المحلول بتاعنا. المحلول بتاعنا انا هنا مستخدمه الميه لازم تكوني غلياها وتسيبيها تبرد. كل كوبايه ميه هستخدم عليها معلقه كبيره هرميه ملح. قلبيها كويس قوي لغايه ما تتاكدي ان الملح بتاعك داب. انا اتاكدت ان الملح بتاعي داب. هبدا بقى اللي انا املى البرطمان بتاعي. عايزه كميه الميه بتاعتي تغطي الليمون. هنا اخر حاجه هنزل بثلاث 4 معالق زيت. ليه الزيت؟ عشان دي الماده الحافظه اللي مش هتخلي لك الليمون عليه ريم من فوق. اقفلي بقى البرطمان بتاعك كويس قوي اسبوع بالظبط وهتفتحي عليه هتاكلي احلى شويه ليمون دايب. وبصي زي ما انا قلت لك في الاول، مش هتلاقي ريم على الوش عشان احنا حطينا شويه زيت، دي الماده الحافظه بتاعتنا. بصي الليمون طعمه حلو قوي وكان دايب ولونه تحفه وريحته كانت جباره. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.